اعزائي مشاهدين قناه خلطبيطه كوره، اهلا وسهلا بكم. استطاع نادي ليفربول ان هو يضم لاعب خط وسط نادي لايبزيج وكابتن منتخب المجر دومينيك سوبوسلاي بعد ما كسر الشرط الجزائي بتاعه اللي معدي 70 مليون يورو. لاعب قوي جدا في وسط الملعب، من افضل لعيبه كان الدوري الالماني في وسط الملعب. لعب مع لايبزيج في دوري ابطال اوروبا وكان عامل اداء طيب جدا. تعالوا معانا نشوف بعض لقطات النجم المجري، ومنهم لقطه مع نجمنا المصري محمد صلاح لما حاول يعدي منه وما عرفش. كده ليفربول بيضم تاني صفقه في نص الملعب بعد ماكليستر، عشان طبعا بيحاول يقوي نص ملعبه بعد رحيل طبعا عدد كبير من لعيبه نص الملعب زي نابي كيتا وميلنر وشامبرلين، وطبعا عدد كبير مشيوا. فكان بيحاول يقوي نص ملعبه، لان طبعا عارفين ان السنه اللي فاتت كان من اسباب خساره ليفربول البطولات ضعف نص الملعب والدفاع ما كانش متظبط. فبيحاول ليفربول هو يظبط نص ملعبه ودفاعه مع طبعا الهجوم القوي لليفربول عشان ينافس العام القادم على كل البطولات. انا هو بيكون الفيديو عجبكم. لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس وتدعمونا في القناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.